السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، بقالي كام يوم ما نزلتش معاكم فيديوهات. بجد عندي يعني مش قادرة اوصف لكم انا عندي ضغط شغل ازاي. الحمد لله الحمد لله بجد، والله ربنا العالم قد ايه الواحد قد ايه بفضل واقفة على رجلي بجد حوالي يعني مش يعني لو من 8 الصبح لغاية 12 بالليل، يعني مش عارفة كام ساعة، بس بجد والله ربنا العالم. وكمان في حاجة تانية ضايقتني وعايزة اخد رأيكم فيها، او لو حد عنده حل للمشكلة اللي عندي يا ريت يقولي عليها. عايزة اقول لكم القناة بتاعتي كانت وصلت ل 3300 مشترك، طب فضل دعمكم ليا وبفضل الله طبعا قبل اي حاجة. مرة واحدة كده من حوالي اسبوع كده، من اول لما نزلت الفيديوهات بتاعة الكحك والبسكوت كده من قبلها بيومين، وعايزة اقول لكم الحمد لله جايبة نسبة مشاهدات حلوة قوي. المشاهدات عمالة تنزل تنزل لدرجة اللي هي بقت 2700 الاشتراكات قصدي. فانا مش عارفة ده خلل في نظام اليوتيوب ولا ده حاجة مشكلة عندي في القناة. فبجد اللي يعرف حاجة او عنده معلومة ليه الاشتراكات بتقع كده يا ريت يقولي. بجد الموضوع ده مضايقني جدا، لاني والله انا بتعب جدا في القناة دي، وتعبت ولسه بتعب و... وعايزة اقول لكم يعني اللي انا مش مستفادة منها اي حاجة لغاية دلوقتي، يعني والله ربنا اللي شاهد عليا. انا لغاية دلوقتي يعني انا اللي بتعب، بس انا ما خدتش منها اي حاجة. عشان بس اللي فاهم اللي اي حد بينزل فيديوهات على اليوتيوب بيبدأ بقى ياخد منها فلوس. انا كل الفلوس اللي بتدخل بيتي هي الفلوس الاوردرات، مكسبي في بيع الاوردرات بس. لكن القناة دي انا عاملاها لان انا بحب اللي انا افيد غيري، وبحب اللي انا اسمع كلمة حلوة منكم. فبجد والله يعني انا لسه ما خدتش منها اي حاجه. فبحس بقى ان كل تعبي ده كله والاشتراكات عماله تقع كده، تعبي اللي داخله في سنه بالظبط كده كله راح على الارض يعني. فالحمد لله يعني طبعا اللي مكتوب لي انا هشوفه، اي حاجه سواء القناه هتفضل شغاله او لا. ده طبعا دوت اللي مكتوب لي انا هشوفه. طبعا انتوا كلكم عارفين ان انا كانت عندي قناه برضو وتعبت عليها لدرجه اللي انا قعدت عليها سنه ونص شغاله عليها وبرضو اتقفلت. الله المستعان يعني، يا عالم بقى يا عالم، دي حاجه بتاعت ربنا وانا سايباها على الله. تعالوا بقى، انا طولت عليكم في الكلام، تعالوا بقى ندخل على الفيديو. طبعا كل اللي فات ده بيشرح نفسه. اول حاجة عملنا الشربات زي ما انتوا شايفين، حطيت كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية، ولو عندك عسل جلوكوز حطي معلقتين وعصرة ليمون. ده الشربات وسايباه بيغلي على النار. طبعا سلقت الكرنب وسلقت الورق العنب بالطريقة العادية خالص. حطيت في الورق العنب شوية عصرة ليمون وشوية ملح، والكرنب شوية معلقتين لبن. لو عندك حطي بتضيع ريحة الكرنب، وحطيت كمون. تمام. تمام. وخلاص على كده. تعالوا بقى نعمل خلطة المحشي. زي ما انتوا شايفين حطيت ربع كوباية من الزيت، وفرمت بصل مع فلفل احمر وضربتهم في الكبة كده، وبعدين نزلت عليهم بيها، وبعدين سبتهم لغاية لما يتشوحوا كده او يدبلوا. وبعدين نزلت بمعلقتين من الصلصة الجاهزة وشوية توابل ملح وفلفل اسود وبابريكا، وبعدين ضربت طماطم في الكبة وحطيتها عليها واسيبها بقى ايه تتسبك. في نفس الوقت دوت انا كنت مطلعه زبدة علشان هنعمل قرص كنافة تحفة عشان تتسيح، علشان طبعا الكنافة لازم تتعمل بسمنة مش زبدة. وعملت الخلطة بتاعة المحشي اللي انا حطيت بصل مفروم وخضرة وسايباهم دلوقتي لغاية لما ايه الطماطم تتسبك. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. عايزة اقول لكم ان ده ما كانش اوردر واحد، ده كان كذا اوردر، وفي نفس الوقت كنت بعمل اكل البيت. هقول لكم كل حاجة واحنا ايه وانا شغالة دلوقتي. تعالوا بس هنا نشوف تتبيلة الفراخ. هنعمل صينية بطاطس بالفراخ تحفة. جبت هنا بصلايه فرمتها في الكبه وحطيت عليها ملح وفلفل اسود، وبعد كده قمت ايه متبله طبعا ايه الفراخ بيها تحت الجلد، وبصوا حشيتها من البصل ده. عايزه اقول لكم الخطوه دي بتخلي اي طيور طعمها حلو جدا. هنا بقى معايا كميه من الخضار، هبدا اقطع البطاطس كده في الطبق الفويل اللي هيروح للعميل على طول، وهحط عليها بقى بصل وطماطم وايه وفلفل. بعد ما اخلص تقطيعة البطاطس هنشوف هحط ايه. قطعت بقى فلفل رومي كده، لو حابه تحطي فلفل سبايسي مفيش مشكله. وبعد كده بقى هقطع بصل، وهحط نص معلقه من الثوم. حطيت زي ما انتوا شايفين نص معلقه من الثوم ومعلقه كبيره من الصلصه الجاهزه، وكمان هقطع بصلايه كده ايه جوانح او ايه حلق كده زي ما انتوا شايفين، بصلايه واحده بس.
هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. بس قبل ما اقلبه هحط بقى التوابل زي ما انتوا شايفين، حطيت ملح وفلفل اسود، وهحط سنة من البابريكا، وهحط 7 بهارات، ونص معلقة من الكزبرة. يبقى حطيت ايه، ملح وفلفل اسود ونص معلقة من ال7 بهارات. الحاجات اللي انا بقول عليها دي تحطي منها حاجات صغيرة جدا، احنا بنطعم الاكل مش بنخلي التوابل تغير طعم الاكل، فاهمني؟ يعني من كل حاجة ربع معلقة صغيرة 7 بهارات، ربع معلقة صغيرة كزبرة، تمام. وحطيت رشة من القرفة، حاجة بسيطة جدا، علشان القرفة دي بتخلي صينية البطاطس طعمها حلو. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. هجيب بقى الطماطم، هقوم ضايباها بقى كده زي ما انتوا شايفين في الكبة، وهقوم نازله عليها ايه، حوالي 3 طماطمات او 4، ما تكتريش الطماطم في ايه، في صينية البطاطس، تمام. اصلا معلقة الصلصة دي ادت لها لون، بس انا بحب اخلط بين الطماطم وبين الصلصة. هحط بقى معلقتين كبار بقى من الزيت، وهحط كمان سمنة، نسيت اقول لكم، هو تقريبا المقطع ده عدى. المهم اللي انا حطيت معلقتين من الزيت، وحطيت معلقة كبيرة من ايه، من السمنة. وهحط كل ده مع بعض وهسيبه. مش هقلب بقى البطاطس في الفراخ ولا اي حاجة، هسيبها كده شوية على الجنب، الفراخ تتشرب من التتبيلة، وفي نفس الوقت ايه، قبل ما توصل للعميل بساعة ونص كده هدخلها للفرن، عشان تطلع من الفرن تبقى ايه، سخنة على طول، توصل للعميل سخنة. تعالوا هنا بقى نعمل ايه ده، احنا هنا بقى نعمل الفطار بتاعنا. بما اني كان عندي ضغط اوردرات، فانا هنعمل لهم فطار تحفة هما بيحبوه. ولادي قالوا لي احنا عايزين ناكل اكل من بره، تمام. فانا قلت لهم خلاص هنعمل اكل من بره. انا هعمل ايه دلوقتي، فرمت بصل وقطعت، وفرمت فلفل، وفلفل برضو سبايسي، ده على دوت يعني رومي على سبايسي. وهقطع بقى بقدونس وكزبره وشبت زي ما انتوا شايفين. وهحط شويه ايه من التوابل، هحط ملح وفلفل اسود، وهحط ايه، نص معلقه من ال7 ايه بهارات. وهقلب بقى كل الخضار ده اللي انا قطعته مع بعضه. وبعدين هنزل بلحمه مفرومه على الكلام ده، وهبدأ بقى ايه اقلبه كويس قوي، تمام. طيب انا بعمل ايه، بعمل خلطة ايه، بعمل خلطة عيش بلحمة. قلت لهم استنوا شوية، هبقى اعمل لكم العيش باللحمة على رواق، او هعمل العجينة في البيت. ابدا، عايزين ناكل عيش بلحمة من بره يتعمل بره. قلت لهم ماشي تمام. عملت الخلطة ونزلت عملتها، رغم اللي كان عندي شغل والله، بس الحمد لله، يعني الواحد ما يقدرش يقول لهم لا. نفس الفكرة بقى هنعمل ايه، الصدوق. قطعت الصدوق زي ما انتوا شايفين، وحطيت بقى الفلفل ضربته في كده، يعني ما فرمته، بس فرمته ايه خشن شوية، دوبك ضربة في الكبة كده، ضربة بسيطة. وهقطع بقى الطماطم، وانا مش بحط للصدوق بصل، بحط له فلفل وطماطم. حابة بقى تحطي له جبنة وانتي بتحشيه، زيتون، اي حاجة، بس انا ما بحطلهوش بصل. يبقى انا قطعت فلفل وطماطم، وهحط عليه بقى شويه توابل ملح وفلفل اسود، وهقلب كل الكلام ده ايه مع بعض. وكده خلاص انا جهزت الاكل بتاع البيت، وفي نفس الوقت شغاله في اكل الاوردرات. هحشي بقى المحشي واخلص الاكل، وقبل الفطار يعني بعد ما اسلم الاوردر بتاع العملاء، هبدا بقى اعمل ايه، اعمل العيش باللحمه. مع ان انا يعني انا كمنى بحب العيش باللحمه اللي انا بعمله في البيت بالعجينه بتاعه البيت. هنا بقى ظبطت خلطة المحشي، وحطيت عليها الصلصة زي ما انتوا شايفين، وقلبتها. وبعدين قمت ايه حاشية بقى الكرنب، وحشيت كوسة وبتنجان وفلفل زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى ايه اعمل لها الشوربة بتاعتها، او الايه المرقة اللي انا هسقي بيها. حطيت معلقة سمنة ومية ومعلقة من صلصة من الكبيرة، وحطيت ملح وفلفل اسود، وخلاص على كده. وهبدأ اسقي المحشي بالشوربة دي، معلقة السمنة مع معلقة الصلصة وشوية التوابل اللي بتحطيهم، الملح والفلفل الاسود، بيخلي المحشي طعمه حلو احسن ما تحطي له مية كده وبس، تمام. تعالوا بقى هنا نعمل الحلو بتاعنا. هنعمل بقى ايه، هنعمل كنافة بالكاستر. عايزة اقول لكم كانت ريحتها تحفة، وكانت ما شاء الله ما شاء الله الف هنا وشفا ليهم. كان شكلها حلو قوي، وكمان اكيد كان طعمها الحمد لله اكيد كان هيبقى حلو. هنا زي ما انتوا شايفين عملت الكاستر بالطريقة العادية. حطيت باكو ونص من الكاستر على كيلو الا ربع من اللبن، ومعلقتين ايه سكر. تعالوا هنا بقى حطيت الكنافة زي ما انتوا شايفين لون السمنة عاملة ازاي. فركت الكنافة كده، طبعا انا حطاها في الفريزر لغاية لما جمدت قبليها بيوم، وبعد كده طلعتها فركتها بايدي، وحطيت عليها سكر بودرة معلقتين. وهبدأ بقى ايه انزل بالسمنة كده. نص كيلو الكنافة بياخد كوباية ونص سمنة، مش كوباية سمنة يا جماعة. نص كيلو الكنافة بياخد كوباية ونص سمنة، كنافة يعني سمنة.
هبدأ بقى ايه افركها بايدي كده لغاية لما اتأكد اللي هي كلها ايه اتشربت السمنة. وجبت بقى الصينية بتاعتي، حطيت من تحت سمنة طبقة كويسة من السمنة كده، وبعدين بقى هبدأ ايه ارص الطبقة اللي تحت. واهم حاجة بقى في الكنافة دي اللي انت تضغطي عليها كويس اول طبقة، لان احنا لسه هنحط الحشوة. انا هنا لقيتها حاسه ان هي ناشفه شويه، قمت مزوده لها ايه معلقتين من السمنه كده، وقعدت ايه اضغط شويه كده لغايه لما اتمسكت. وبعد كده هنزل بالكاستر. شايفين الكاستر عامل ازاي؟ هو احلى حاجه في الكاستر او القشطه الكدابه اللي هو يبقى خفيف كده وكريمي، لكن لو تقلتيه عن كده مش هيبقى حلو. وبعد كده بقى غطيت بقى الوش كده بالكنافه، وخلاص على كده ايه هبدأ بقى اسوي الوش. وخلاص ادي صينية الكنافة ايه خلصت معانا. والشايبات كنت حطاها على النار قبل ما اشتغل فيها، وايه وبيض كمان. تمام. لو عايزة الكنافة تبقى طرية قوي خلي الشايبات دافي والكنافة تبقى سخنة. لو عايزاها تبقى ناشفة خلي الشايبات ساقع، اللي هي تبقى مقرمشة كده، تبقى مقرمشة. خلي الشايبات تبقى ساقع من التلاجة والكنافة تبقى سخنة. وكمان يعني اديلها لون جامد شوية، يعني اتك عليها في التسوية شوية في الفرن، هتلاقيها اخدت لون الذهبي الغامق ده. هنا بقى هعمل بقى اطباق صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. وانا بفضل الاطباق ديت لان الاطباق ديت بتتقدم سخنة. يعني انا بعمل كده حتى في البيت عندي، بعمل الاطباق كده لكل فرد. ما بحبش اعمل القرص على بعضه لان وهي سخنة بتبقى حاجة تانية الصراحة. تعالوا هنا بقى نعمل ايه، نقلي القطايف. وهنا بقى بمجرد لما قليتها حطيتها بقى في الشايبات وخلاص على كده. وادي صينية الكنافة طلعت زي ما انتوا شايفين، بسلكها كده من الحروف وايه. وخلاص على كده هبدأ انزل عليها بالشايبات واسيبها تتشرب الشايبات شوية، وبعدين هبقى ايه هقلبها. عايزة اقول لكم كانت طرية، كان لونها من تحت ومن فوق تحفة. وده بقى ايه اول اوردر زي ما انتوا شايفين، قطايف وكنافة وتشكيلة من ايه من المحاشي. تعالوا اوريكم بقى الاوردر التاني. الف هنا وشفا ليهم يا رب. بجد كانت الحاجة طالعة شكلها تحفة، والكوسة شايفين كان شكلها حلو قوي. الف هنا وشفا ليهم. تعالوا بقى نشوف الاوردر التاني. صينية البطاطس بعد ما دخلتها الفرن عملت رز ابيض، بس طبعا ما صورتوش معاكم، عملته بالايه بالمستكة كده ومعلقة سمنة، كان تحفة. وده الاوردر التالت اللي هو ده محاشي بس على التسوية، مش محاشي مستوية. بس طبعا ما صورتلكمش العيش باللحمة لاني كنت خلاص بقى اكلناه وما لحقتش اصوره لان جينا على الفطار على طول فاكلنا على طول. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسونيش بلايك واشتراك للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.